أم أنه التحق بها بعد ذلك؟ فخذونا في طرق من دولة وتفرقوا بنا في شعب مختلفة، أخذتنا بعيدا عن الهدف وأخذتنا بعيدا عما نريد تحقيقه وعن أهداف هذه الثورة. ومن أهداف هذه الثورة العظيمة لقد تحول الصراع والجدل بعيدا عن النقاش واختبار النقاط الذي فيه تستمد الأمة قوتها ويدفع المجتمع إلى التقدم والازدهار. تحول إلى صراع مرفوض، سلاح فتاك يكاد يسقط بأواصر هذه الأمة ويكاد يفرقها، لدرجة أن البعض قد أصيب بالإحباط، وأصبح البعض ينظر إلى الثورة نظرة يأس، وأصبح البعض يتكلم عن الثورة العظيمة بما يليق، وهذا هو ما يسعى إليه أعداء هذا المجتمع. أيها الأخوة الأحباب، يجب أن نعلم أن الإدراك هو بداية النمو، فلا يجب أن نحولوا إدراكنا عن أن هذه الثورة ثورة عظيمة، ويجب أن تكون بداية للتحول في تاريخ هذا الشعب العظيم. يجب ألا يجعلونا نظن كما يقول البعض ولا يستحي إن ما كان قبل الثورة أفضل مما بعد الثورة. فهل الثورة هي التي أنشأت هذا التخلف بيننا وبين الأمم المتقدمة الذي يصل إلى 100